لو أنا صاحب مشروع أو نشاط تجاري وبطلع بضاعة بالآجل، إيه هي أفضل وأأمن وسيلة تضمن لي المال بتاعي وتحافظ لي عليه؟ إيصال الأمانة ولا الشيك البنكي؟ قولا واحدا الشيك البنكي، وده لأن الشيك البنكي يكفي إن المدين يكون موقع عليه وتطلع بيه على البنك وتطلب فلوسك في أي وقت، ولو ما كانش فيه رصيد عند الشخص ده بتاخد رفض وتطلع بعد كده تعمل حاجة اسمها جنحة مباشرة، وبترفع عليه الجنحة المباشرة دي لأنه سلمك شيك بدون رصيد. والمحكمة ما بتبصش على سبب الدين كان ايه، المحكمة بتكتفي ان الشخص ده وقع على شيك بدون رصيد علشان تحكم عليه بدون الدخول في اي تفاصيل. وده طبعا على عكس ايصال الامانة اللي بيبقى فيه 3 اطراف، اللي هو طرف مستلم للمال، وطرف مستلم منه المال، وطرف تاني بيبقى منقول اليه المال. واللي لو المحامي جه واتكلم مثلا في انتفاء ركن التسليم، او ان الايصال ده كان ايصال صوري وممضي علشان خاطر ضمانة معينة، وقدر ان هو يشتغل القضية بشكل سليم، ياخد في القضية بتاعت ايصال الامانة براءة. لذلك لو انت صاحب مشروع تجاري اضمن حقك عن طريق شيك بنكي افضل مليون مرة من ايصال الامانة.